يخليك. انت حضرتك عندك كام عيل؟ عندي 4. مين هم؟ عبد الرحمن. ايوه. وعمار. ايوه. وعبد الله. ايوه. ومريم. امال جرجس ده ايه؟ جرجس ده ابني في الميدان. ده ابن حضرتك في الميدان؟ تمام. وعندي اندرو وعندي مينا. ولادي في الميدان برضه. مين اندرو ومينا دول؟ مينا السلفي. واندرو حبيب برضه هنا ابني برضه في الميدان. تمام. يعني حضرتك عندك 4 بجد و3 مسيحيين. و3 مسيحيين ولادي. دول ولادك برضه؟ ولادي طبعا. بتاكلهم ايه الصبح بقى؟ عادي بياكلوا زي المصريين عادي خالص والله، بياكلوا كل حاجه، ممكن سندوتشات فول وطعميه كل حاجه. والله حلو قوي. عرفت الاولاد دول امتى؟ الاولاد دول معايا من الثوره، من اول ما قلنا ثوره، كان اول شراره عرفتهم في قلب الميدان على الرصيف. دي من يوم 25 يعني؟ لا، من يوم 28 عشان انا نزلت يوم 28 في صلاه الجمعه. تمام. قابلت جرجس ومينا واندرو؟ قابلت جرجس ومينا واندرو، وقابلت احمد علي، وقابلت محمد صلاح، وقابلت محمد كمال، كل دول قابلتهم في الميدان. تمام والله. انت ايه راي حضرتك لما ساعات كده حد يطلع يقول ان المسلمين مش مدين حق المسيحيين، او المسيحيين يقولوا ده احنا جايين على حقنا؟ يعني هو حصل نوع من الفرقه او نوع من التفرقه، في حاجه كده مش مظبوطه في الاجواء دي. لا لا لا، كل الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. احنا على فكره مسيحيين ومسلمين اخوات وفي وطن واحد، وهم ولادي زيهم زي عبد الرحمن، مفيش اي فرق. لا عمري فرقت ما بينهم وما بين ولادي، كلهم واحد. وكل بقى ما تيجوا تنزلوا مسيره ولا مليونيه ولا مظاهره، تكلمي العيال ولادك وتنزلوا كلكم؟ اقول لهم يلا، يقول يلا يا ماما وناخدهم وننزل. ما هو كده. جرجس بيعترض ولا بيجي على طول؟ لا، بيجي على طول. اول واحد بيجي جرجس، واندرو بيجي برضه اول واحد، ومينا، كلهم بينزلوا. انا مينا ده اعرفه على طول، هو في متطوع يعني. طبعا. اول ما بنقول يا مسيره يلا يا اولاد، يقولوا يلا يا ماما، بننزل كلنا. طيب النهارده كانت مليونيه ليله التزوير. انت شايف ان المليونيه دي جابت نتيجه معينه او حققت اي شيء يذكر؟ والله انا كنت قريت دلوقتي خبر على جريده الشعب، بيقولوا ان هو البلشي قال ان هو هيعتذر عشان رايح رحله علاج. تمام. عنده عيان ورايح يتعالج. البلشي ده اللي هو الرئيس اللجنه العليا للانتخابات، الاستفتاء. فهو ده طلع بقى قال لك رحله علاج وهيعتذر عن المرحله الثانيه. فقلت كويس، يبقى هو شايف ان المساله فيها تزوير، فقال لك بس ينسحب بدل ما يشيل هو الليله لوحده. مش ملاحظه ان كله بينط من المركب دلوقتي؟ ما هو بص، بيقول لك اول معلش ما المركب بتغرق، يعني الفيران اول حاجه بتجري منها على طول، ما بتستناش. فالفيران هم اول ناس بيجروا من السفينه لما بتغرق. بس ده اللي انا شايفاه. تمام. الف شكر لحضرتك. الله يخليك، متشكره. قول لها يا استاذ جرجس، ايه احساسك وانت مامتك سيده منقبه؟ يعني انا سعيد هنا في الميدان، اتعرفت عليها في الميدان. حاسس انها مامتك فعلا؟ طبعا زي امي فعلا اساسا. بتقول لها هات المصروف يا ماما لا، بتوترني وتجيب لي اكل وبتصل بيها وتطمن عليا. ولو في متاخرت في عمايل الاكل بقى تتخانق وانا جعان. طبعا تعمل والله. يعني حاسس زي امي بالظبط في الميدان. بص اقول لك، الميدان هنا كل واحد، مش مسيحي مسلم. اهم حاجه كلنا مع بعض، كلنا واحد، كلنا ايد واحده هنا. هي مصر كلها اصلا كده؟ هي كلها مصر كده من يوم يعني من ساعه ما طلعنا على وش الدنيا. يعني انا عندي 23 سنه، من ساعه ما طلعت ما اعرفش مسيحي ولا مسلم، كلنا واحد، مسيحي زي مسلم، متربيين مع بعض. يعني اكتر تربيتي مع ناس مسلمين، في الشارع، في البيت، في المنطقه، في بيت الناس. يعني اكتر تفكير كلهم مع ناس اصحابي مسلمين. فانت بالليل ام عبد الرحمن اول ما جيت اتعرفت عليها في الميدان هنا، فاهمني؟ زي اتصل بيها، اطمن عليها، اطمن عليها، اتصل معايا اصحابي برضه كتير. يعني ما فيش مسيحي ولا مسلم. في بقى ناس بقى بتفكر تعمل الفتنه دي، بس حرام، يعني حرام يحصل في مصر، حرام بجد، عشان البلد دي من الاف السنين ومن ايام الجدود ومن ايام الفراعنه ما فيش الكلام ده خالص. فحرام البلد دي يحصل فيها اي حاجه، حرام. طب قول لي يا جرجس، انت كمسيحي حاسس ان في حاجه ضايعه من حقوقك؟ والله اقول لك على حاجه، هنا بالنسبه يعني يعني بمصر هنا كل واحد يعني ياخد حقه. كل واحد هنا هياخد، بس الدنيا بتاع البلد تمشي، والناس بقى تظبط حالها كده، كل واحد هياخد حقه ان شاء الله باذن الله. انت قلت نعم ولا لا للدستور؟ ايه؟ قلت نعم ولا لا؟ والله انا لسه ما صوتتش. انت محافظه ايه؟ انا جنة. انت يا راجل؟ والله. طب ناوي تصوت نعم ولا لا؟ ايه؟ نعم ولا لا؟ ان شاء الله لا. ان شاء الله لا. تمام. كانت ناجحه النهارده مليونيه ليله التزوير؟ والله على حسب، يعني انا لسه ما تابعتهاش. ان شاء الله هتنجح باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ماشي يا جرجس، الف شكر يا جرجس. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. متشكرين لحضرتك قوي، ربنا يخليكي دايما ام للصور كلهم في الميدان يعني. الله يخليك. شكرا لحضرتك. الله يخليك، متشكر عليك.